حله وزيت. معاكي سناكس يا جماعه، البطاطا يا جماعه بصوا هنقليها في الايه، في الزيت. حلو قوي. فاحنا هنعمل البطاطا يا جماعه موجوده، ولو عايزه تكتري زيت عن كده كتري. تمام كده اهو. حطها بقى نقليها. عايزه بقى تحطيها في شوكولاته حطيها، عايزه تحطيها في توابل حطيها، يعني عايزه تحطيها سكر اعمليها بعد ما تتقلي. تمام. خلص بقى الكميه دي ونجرب. انا بقى لو ما كانش معانا بطاطس محمره، معانا بطاطا متحمره يا جماعه، معاكي عسل اسود. لا عندنا اكتر بس طبعا مش كلنا بيحب العسل الاسود. طبعا عندك كذا طريقه تحطيها فيها، يعني عندك هتحطي توابل، عندك هتحطي شوكولاته، عندك هتحطي مربى فراوله، عندك هتحطي عسل، عندك حاجات كتير تقدري تاكليه ياكلوها بيها. هما كلوها وعجبتهم قالوا لي اعملي لنا تاني. بصوا بقى دول بطاطين، بطاطتين يا جماعه، يعني هو بطاطا وبطاطا اتنين. تمام كده عشان تقطعيهم، عايزه تقطعيهم وتحطيهم في اللي هو اللهم صل على النبي. ما علينا يا جماعه. تمام كده. عايزه اللي هي خليه الاسنان دي حطي فيها، عندك اللي هي بتاعت العصيان اللي هي شيش طاووق حطيها. طبعا انا كان ممكن احطها في الفرار بس مش لسه هشغله بصراحه. بصوا بقى كده. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. حاجه سهله وبسيطه. لو معاكي بطاطا واحده ماشي، عندك بطاطا اتنين مفيش مشكله، يعني انا مش هقول بطاطا، ما علينا، مش يعني مش هتفرق في الاسامي. ماشي. بصوا بقى كده. اللهم بارك. هتغسليها كويس وتقشريها وتقطعيها، تسخني الزيت تقليها فيه. ما كناش هنقلي بطاطس نقلي بطاطا، ما عندناش مشكله. والشتا بقى وايه واللي انت عايزاه في الشتا.